السلام عليكم، وحشتوني ويا رب اكون انا كمان وحشتكم. جماعه انا طالعه ارد على الشاب الجميل اللي كان طالع جوله مع انتصار الممثله، مش الفنانه. اصل الفن احساس. ورده الجميل. انت متربي، انت متربي ويا زين ما ربوك بصراحه. ست انتصار طلعت مع اتنين شباب في جوله، فاول ما بدات تقول لهم ايه، اصل اليوم ده يوم العشوائيات. يوم العشوائيات، اسم النبي حرصك، كنت مفكره نفسك مين؟ رد الشاب عليها بمنتهى الادب واخلاق وذوق، وقال لها يا فنانه تواضعي، تواضعي، ما انت كمان من العشوائيات، ولا انت مفكره نفسك مارلين مورلو؟ برافو عليك، برافو عليك. رد محترم وادب، بادب كده، وهي تستاهله. انا بقى عايزه ارد عليكي بقى. هي مش كل واحدة فيكو تمسك لها قرشين وتروح تتلمع وتروح لها عند الكوافير شوية تصرف، تصرف كده وتصنفر، تطلع تعمل علينا فنانة ونجمة؟ لا، احنا اللي نجمناكي، واحنا اللي عملناكي فنانة، واحنا اللي رفعناكي وعلينا اسمك كده. ما كناش ان احنا سقفنا وراكي كده وقلنا عليكي برافو، ما كنتيش وصلتي لأي مكانة. ففوق لنفسك انت وغيرك. واحدة تطلع تقول انا ستكم، والتانية طالعة تقول لك العشوائيات. امال انت جايه منين؟ لا عرفنا يا اختي ان انت كنت بنت باشا، ولا عرفنا ان انت كنت بنت مش عارف مين ولا مين. بالعشوائيات. ارجعي بزمنك كده وبصي على ادوارك زمان وشوفي شكلك كنت ايه وبقيتي ايه. اوعي واحده فيكم تطلع تترسم وتطلع تتكلم على الناس بالطريقه ديت. انت بتخسري، انت بتخسري نجوميتك وبتخسري يعني عارفه انت بتخسري حب الناس ليكي. يعني انا واحده من الناس، اما بدريه طلبه طلعت قالت الكلام ده نزلت من نظري وخلاص، انا من لا حباها ولا عايزه اشوفها في اي عمل. خلاص، ده الكلام ده مش انا لوحدي، انت كمان. من ساعه ما شفتك طلعتي مع الشباب وتقول لهم يوم العشوائيات وبتترسمي على مين، على مين. بصراحه تحيه ليك يا محترم، على راسي كلامك، وانت رديت رد يعني. بص كده ريحني. اما طلعت قلت لها انت مفكره نفسك مارلين مارلو؟ صح، تفكروا نفسك مين. فوقوا لنفسكوا شويه، فوقوا لنفسكوا شويه، وبلاش تخسروا. انتصار، انت كمان خسرتي حب الناس ليكي بجد. انا بتكلم عن نفسي، انا كنت بحب خفه دمك وبحب ادوارك. دلوقتي انا مش طايقه اشوفك قدامي على التلفزيون. عارفه ليه؟ لان انت قللتي من الناس اللي عملوا منك نجمه. ده لو كنت نجمه اصلا، انت اصلا ما تعرفيش تشيلي عمل لوحدك. وطالما ان انت ما تعرفيش تشيلي عمل لوحدك، يبقى مش نجمه، يبقى سنيده. انت سنيده، سنيده. والدور بتاع السنيده ده دور مش تاني وتالت، ده اي حد غيرك يقوم بيه. لكن انت ما بتاثريش في اي عمل تقومي بيه للاسف، للأسف. وأنا بعتذر عن إن أنا يوم من الأيام قدرتك. واظهروا بقى يلا كده، كل واحدة تظهر كده على حقيقتها كده. خلينا نشوف الأشكال اللي إحنا كنا مخمومين فيها ومغشوشين فيها. انتصار، أنت ما ينفعش تبقي فنانة، أنت ما ينفعش تبقي فنانة. يا أقول لك إيه، ولا حتى خسارة فيك إن أنت يتقال عليكي مثلا ممثلة شخصية، شخصيتيه. بتاخدي الدور اللي قالولك عليه تعمليه من غير احساس. بس الفن احساس. يا ريت لو سمحتوا تشاركوا الفيديو ده، عشان انا نفسي الفيديو ده يوصل لها، عشان يبقى عبره ليها ولغيرها، ان هم يخلي بالهم من نفسهم قوي، ومحدش يطلع يتنطط ولا يترسم علينا. احنا اللي عملنا الفنان ده، واحنا اللي رفعناك، واحنا اللي عملنا لك لازمه، واحنا اللي ممكن نخفز بك الارض. برضه احنا اللي ممكن نخفز بك الارض وننزلك من على عرشك. اما ما حدش يتفرج على اعمالك، ما فيش مخرج هيطلبك. هيعمل بيك ايه اذا كنت انت هتوقع له العمل؟ لان الجمهور كرهك، الجمهور كرهك. فمين بقى المنتج ولا المخرج اللي هيجازف بعمله عشان حد مكروه من الجماهير، اللي المفروض هي الاساس، هي الاساس في وجوده. يا ريت تشاركوا الفيديو ده. سلام عليكم.